السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا النبي، عشان احنا الواحد خلاص يعني. بصوا النبي، ديت العلبة دي ب10 جنيه. شوفوا سمكها قد ايه اهي. دي فول. بصوا قد ايه ب10 جنيه. ادي اهي. علبة ما تأكلش عيل صغير. وده ب5 جنيه بتنجان. بص شوفوا بس الأسعار والحاجة. ادي ب5 جنيه بتنجان، لسه هو والله العظيم ما اتفتحش، لسه عليه الاسترتش اهو. ودول 3 طعميات ب5 جنيه. لما 3 طعميات ب5 جنيه، دلوقتي لو واحد عنده 3 4 عيال هيكفيهم قد ايه طعمية؟ قد ايه يعني؟ يجيب ايه؟ يعني على الأقل كده يعني 100 جنيه بس فطار مثلا عشان يفطر عياله مثلا. اما يجيب عيش وفول وطعمية وبتنجان، يعني 100 جنيه مثلا. ليه كده؟ ليه الأسعار دي؟ فين الناس المسؤولة عن الكلام ده كله؟ لما ناخد 3 طعميات ب5 جنيه، ايه ده يعني؟ يعني كده الواحدة واقفة 175، ودولت ب5 جنيه بتنجان ما تجيش حتى نص بتنجانة. ولا الفول ديت اللي ب10 جنيه، دي ب10 جنيه ديت الفول ده. مش عارفة لحد امتى هنفضل، لحد امتى كده؟ استغفر الله العظيم، يا رب حسبي الله ونعم الوكيل في كل من بيفتري علينا.